اي واحد يقدر يجي ويدير ديك الخدمه ديالي. يعني تقدر تضرب مثلا 10 سنين في الكابلاج وما تعلمتي حتى شي حرفه. شي واحد هنا يقول لك لا ولا ما عجبوش الحال يمشي يبدل الخدمه، فين غيمشي؟ والموديل اللي كنشوفو كيتعاود بزاف في هاد الشركات هو واحد كيخدم في الكابلاج كيتلاقى مع وحده في داك لوزين، كيتزوجوا كيولدوا، وهنا هذه الحصله. لاحظنا مؤخرا باللي كاين واحد المشكل حتى عنده زينات ديال الكابلاج، كنشوفوا بنادم داخل خارج دايرين حملات ان غاح السيفي ديالك ودخل دوز لونتروتيان. يعني كاين واحد الخصاص كبير في العمال في هذا السيكتور هذا. السؤال المطروح علاش كيعلقوا الناس بنادم كيهرب من هاد الخدامي هادو؟ واش السبب زعما واش غير الصالير ولا شي حوايج كثر؟ هادشي اللي غنشوفوه اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو. معكم احمد وخليكم معايا. التاريخ ديال هاد الوزينات هادو فكاينين في المغرب شحال هادي، يعني كانوا تانستالاو في طنجة في 99. زعما كان واحد لو موديل اللي عتق بزاف ديال الناس من الشوماج. غير هو دابا ولينا كنشوفوا الناس كيهربوا بزاف من هاد الخدمه هادي. خويا عندنا مشكل اول حاجه الصالير، التعامل ما كاينش، المعاناه في اي حاجه كلشي ما كاينش كاع التعامل في مره الصالير ما كاينش. واش حنايا باقا لحد الان واش دابا بحال دابا انا قديمه ما عنديش كاع الصالير تجيني 50,000 ريال. شحال كاع ديال 50,000 ريال؟ كاينين راه تقدروا زعما تصادفوا مع بزاف ديال الفيديوهات فيهم الناس كتشكى من الظروف ديال الخدمه، من الصالير اللي ناقص، من بزاف ديال الحوايج، وخدمه اللي فريمون دخل خرج. السبب الاول هو انه هاد الخدامي ما كتلزمش منك انك تكون كتعرف دير شي حرفه ولا شي حاجه. كتدخل تعرف تلاقي السلوكه صافي، كتدخل كدير ديك الخدمه 8 السوايع. هادشي لا داروا معاك زوين، انت واقف دير هكا مده 8 ديال السوايع. دير انت ساعه زعما حيد الموسيقى حيد كلشي، بقى دير غير بحال هكا بيدك، راك غادي تعيا. يعني خدمه اللي ما ساهلاش. عاد ملي قلت لكم 8 السوايع شي اللي داروا معاك زوين، حيت كيفرضوا عليك انك تخدم 12 ساعه بعض المرات وتخدم حتى الحدوده، لدرجه انهم بزاف منهم ما بقاوش كيقبلوا الدراري ولا كيقبلوا غير العيالات، حيت العيالات مساكن يعني ماشي كيطلع له الكري الراس صافي حيد عليا كذا. العيالات مساكن كيخافوا صافي كيبقاو كيقبلوا بداك الشيء وكيجلسوا. يعني ظروف العمل شويه صعيبه، انك تخدم 12 ساعه شويه صعيبه، عاد زائد المعامله الخايبه، السبان، المعيور. يعني الا كنتي كتعرف شي واحد من عائلته هاد لي زوزين ديال الكابلاج راه غادي يقول لك شنو كاين. والتحرش حتى هو فريمون زعما ظروف اللي خايبه، وهذا الشيء كامل بسميك وتا هو لا عطاوه لك. زائد انهم كيتعاملوا معاك بحال شي نمره ولا بحال شي ماشينه، يعني كضرب الكوطه. يعني ما سوقهمش انت ايتي ما ايتيش ولا كذا، كيشوفك نمره انت كذا خصك دير لنا مثلا 300 كابل في كذا. جاو حسبوا لقاو لي راسهم ماشي هما هذوك، كيجيو كيشبعوا فيك سبان وكيشبعوا فيك معيور، تقدر توصل حتى يجريو عليك. شنو هو الكابلاج كيعطيوك هاد الليكات هادو وهاد الصابو هذا. الصفيحه ديال الحمار هي مدوكرنها وصافي. المهم بحال هاد الصفيحه اللي تشوفوا هنا. وبالنسبه لهذه هي شنو تيقولوا لها هما؟ تيقولوا لها البلوزه ولا الطابليه. هذه بردعه ديال الحمار. وعاد يصغبك الله الا مشيتي تمرضتي، انا خصك تشمط يعني كامل، خصك تبقى صحيح باش هما تبقى خدام اليوم. انت ظهرك يعواج لازم دبر راسك. كاين هما خصهم يدخلوا الفلوس ولي كوطا خصهم يتحترموا. ويا ويلك الكبيره الا مشيتي دخلتي شي نقابه هذيك، يا تعرف راسك انهم غادي يجريو لك ديك الساعه. فالناس ما بقاوش قابلين بهاد لا بريسيون كامله، ما بقاوش قابلينها. يعني الاغلبيه زعما كيجبد لك هذه هي الاولى، يعني ظروف العمل كيجبدها لك هي الاولى، ما بقاش قادر انه يخدم الخدمه، عاد زائد الصالير اللي قليل. نكونوا واقعيين سميك اصاحبي، راه ما في المغرب راه ما غاديش يقدك، وخصوصا بخدمه كتاخذ لك 12 ساعه. الوضعيه مهمشين بزاف من الله، حتى الصالير طايح بزاف. بحال انا بكاريه وعندي جوج وليدات 1800 درهم كدوز ليا بعد مره في الشهر. شنو غدير ليا 1800 درهم؟ انا كاريه ب 1200 درهم
باش نعيش دوك الدراري. ملي كتمشي تهضر هنايا قالوا لي واخا طلعي بوليفالو حتى زايده 300 درهم بريمه. مشينا طلعنا ما لقينا حتى شي حاجه. طلعت بوليفالو كنعاون هنا نحرس هنا نحرط ليا 12 ساعه الحدوده، ما عندكش حق تمرضي، ما عندكش حق تقولي ولدي ولا بنتي مريضه. خدمي مع المكان ما كاين لا بريمات لا حتى شي حاجه. لقيت راسي باقا كنشد نفس الصالير. ملي كنهضروا تيقول لك لا ما عندكش حق تهضري، ما عندكش حق تمرضي، ما عندكش حق ديري شهاده. واش حنايا الات؟ حتى حنا راه غير بنادم. سبق داك كنبقاو نقطروا بالعرق، لا كليمات لا حتى شي حاجه، لا كونتين فيها الربح. واش انايا نخدم 12 ساعه كيحطوا لي جوج هذه الطبسيل فيه لي بات؟ شنو غناكل انا بديك لي بات؟ وحامضه شحال من مره البنات هما كاملين شاهدين. وخصوصا لو كنتي كتخدم بالليل، حيت عارفين هما عندهم فهمتيني عندهم دي شيفت غوطاتيف، يعني تقدر تجي فيك الليل كيف ما يقدر يجي فيك الصباح. فانت كتفيق كيخربقوا لك نعاسك، كتبقى حياتك كامله بين اللوزين، تجلس في قهوه تشرب قهوه باش تحل راسك، سير للخدمه. شحال من واحد كينتفض يعني كيفضل انه يمشي للاقتصاد غير المهيكل، يدير شي بيعه وشريه، يدير شي كريريصه، يدير شي فهمتيني شي حاجه ديالو، على انه ولا يدير ليفريزون ولا على انه يخدم هاد الخدام. فولينا كنشوفوا بلي الناس كيولوا كيخليو هاد الشيء ويمشيو يخدموا في الفلاحه، والفلاحه قال لك ولاو كيعطيو 150 درهم النهار، فكيفضل يخدم وقت ما قال عليه راسو. الخدمه 20,000 فرنك زرق الاف، هذوك صحاب 100 درهم وصحاب 90 درهم. حيد لي داك الثمن انا وليدي، بغيتي تخدم وتكون راجل 20,000 فرنك ديالك جيبها في النهار ديالك وجيب حالاتك. انا حطيت لك غير اكزومبل ديال واحد خدام. يعني ايماجيني واحد يكون متزوج على حدا تكون مزوجه وخدامه هاد الخدمه. امتى غتجلسي مع بنتك؟ امتى غتربي هاد البنت؟ امتى انت كراجل غادي تخرج مع ولادك حتى نتايا؟ والموديل اللي كنشوفو كيتعاود بزاف في هاد الشركات هو واحد كيخدم في الكابلاج، كيتلاقى مع وحده في داك لوزين، كيتزوجوا كيولدوا، وهنا هذه الحصله. هو خدام الليل، هي خدامه الصباح، ما كيتشافوش، ولا مشاو ولدوا حتى شي ولد كتولي مشكله كبيره. خصهم يشوفوا من حال الصراحه هاد الفئه هذه، وخصوصا ان الصالير طايح بزاف. وعاد نسيت ما نقول لكم ان هاد الخدمه يعني ما كتطلبش واحد المهاره، يعني اي واحد يقدر يجي ويدير ديك الخدمه ديالو. يعني تقدر تضرب مثلا 10 سنين في الكابلاج وما تعلمتي حتى شي حرفه. شي واحد هنا يقول لك لا ولا ما عجبوش الحال يمشي يبدل الخدمه، فين غيمشي؟ هذا هو السؤال، فين غادي يمشي؟ ما تعلم لا حرفه لا والو. 10 سنين ولا 5 سنين ولا ديك المده كامله اللي دوزها كاس كيلاقي في السلوك. من الحلول اللي كاينين فان الدوله خصها تخرج بقوانين صارمه. فهاد الناس اللي كيجبروا هاد لي زوفري انهم يخدموا 12 ساعه، ان كيصابوطيوهم الا دار كونجي مالادي، ولا كيجريو عليهم الا دخلوا نقابه. الدوله خصها تشوف فريمون مزيان في هذا الدوسي هذا، حيت راه كيشكل وجهه، كيولي وجهه لعبه بوجهه. ما تنساش راه المغرب راه ولا ديستيناسيون ديال لوطوموبيل. لو الى الدول الاخرين شافوا باللي انك انت عندك مشكل في العمال راه ما غايجيوش، حيت السبب لاش انهم جاو هنا هو اليد العامله انها رخيصه. ولا شافوا باللي فريمون كاين مشاكل باش انهم يخدموا الناس، فراه غادي يمشيو يشوفوا لا كونكورونس بحال ميسار بحال تونس، وما غيدخلوك لا استثمارات من الخارج لا والو. فالمتضرر الاول من بعد طبيعه الحال من بعد العمال اللي خدامين تما هي الدوله هي بنفسها. ما تعاودش يعني لي زيديو لي انفستيسمون ديريكت دو ليترونجي غادي يقلالو. يعني حاجه خصها تشوف دي فورماسيون لهاد لي زوفري هادو. ما يمكنش واحد دخل 10 سنين كيبقى تما الا بغى بطبيعه الحال شغلو هذاك، ولكن واحد الا باغي ايفولوي مثلا يولي مثلا في لا مينتونونس ولا يولي ان تكنيسيان، ف خص تكون واحد الشراكه بين الدوله وبين هاد الشركات هادو باش انهم يفورميو دوك الناس اللي باغيين اللي كيشوفوا راسهم موتيفي باغيين يتعلموا حوايج جداد باش انهم يديروا هاد لي فورماسيون هادو. فما نساوش هاد السيكتور هذا الى تقاص راه الاقتصاد راه فيه خطر. راه ما نساوش بلي لوطوموبيل راه باغمي لي زيكسبورطاسيون زعما اللي واخدين واحد البورسونتاج كبير في الصادرات ديال البلاد. ولا طرا فيهم شي مشكل والاستثمارات من الخارج مابقاوش كيدخلوا، فالدوله هنا كتحط في واحد المشكل اللي هو كبير. في هذا الشيء هذا كتصلح بكري، ماشي تا غنطيحوا في هذا المشكل هذا عاد الدوله غتبدا تنقص وويلي شنو طرا شنو الحلول. هادشي راه كيبدا من الاول، وهذا الشيء عاطي الصداع ديالو شحال هادي ماشي عاد. وهاد المشاكل هادو يقولوا زعما بان هاد الشيء مازال جديد، فان لي زونفون شاكلين من 99 الدوله عندها 25 عام ديال الخبره. فما كرهناش اول حاجه يشوفوا حلول لهاد العمال هادو ويحسنوا لهم من الصالير ديالهم. وعلاش لا تكون واحد لا فورماسيون كونتينيو بالنسبه للناس اللي باغيين ايفولويو، حيت راه مساكن راه كيخرجوا لا ما كيخرجوا
وكيخرجوا من المعلمين لا عرف لا والو، تا باغي يدير المشروع ديالو راه ما يمكنش له يدير، ما يمكنش له يبدل خدمته انه يمشي يخدم في دومين واحد اخر، حيت هو كيعرف يلاقي غير السلوكه. كتلقاه كبير عنده 40 عام، عنده اكسبيريونس غاف الكابلاج، مسكين ضاعت له حياته. فإلا عجبتك هذا الفيديو هذا ما تنساش دير ابوني. في هذا لاشين هذا كنناقشوا المشاكل يعني الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المغرب. كان معكم احمد، ومع السلامه.